السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم بغيت نشارك معكم كيفاش صايبت هاد الطورطة. صايبتها لولدي، كان عنده عيد الميلاد كما شفتوا. صايبتها بمقادير سهلة وبسيطة وكانت زوينة الصراحة، جات زوينة والنتيجة ديالها جات زوينة. بغيت نشاركها معكم كيفاش صايبتها. ومن الأول غنبدا معكم من الجينواز حتى الكريمة، غنبدا معكم من الأول حتى الآخر، وكنتمنىكم انكم تتبعوا لي الفيديو ديالي حتى الاخر. ولدي جوج الجينواز كما شفتوا معايا. عندي هنا واحد كاس لاروب ديال كاس الا ربع تاع السنيده، وكاس الا ربع تاع الزيت، وعندي واحد جوج بيضات، وعندي هنا واحد جوج خميرات حمرين، وعندي هنا واحد الحامضه اللي انا غنحك لها القشر ديالها وغنعصرها وغنزيد عليها غنزيد عليها في الكاس الماء طيب. صافي. وعندي هنا وغنحتاج واحد جوج كيسان ديال الدقيق الابيض اللي انا غربلتهم مزيان. عندي هنا نعبر جوج كيسان. ودابا غنبدا على بركه الله ندير هاد جوج بيضات اللي عندي بحراره الغرفه، وغندير هاد كاس الا ربع تاع السنيده كما شفتوا معايا، غنديرو حتى هو هنايا. وحكيت هذيك الحامضه غنطربهم بعدا نخدمهم دابا هما الاولين مزيان، البيض والسنيده. دابا درت البيض والسنيده وزدت عليهم داك كاس الا ربع تاع الزيت وطربتهم مزيان، تدابت لي السنيده مزيان. وغنزيد عليهم هذاك غنمشي نزيد عليهم داك الكاس اللي قلت لكم تاع الحامض اللي عصرت هذيك الحامضه، وغنزيد عليها الماء طيب. دابا غنزيد هذا القشور تاع الحامض، انا حكيت ديك الحامضه غنديرهم نسم بالحامض. وعندي هنا كيف قلت لكم هذيك الحامضه عصرتها وزدت عليها الماء طيب. تولى عندي هنا كاس لاروب بين عصير الحامض والماء طيب. صافي غنخدمو حتى هو مزيان. دابا كما شفتوا معايا مطربت داك الشيء اللي درت مزيان. غنزيد واحد شويه الخل، واحد معلقه صغيره تاع الخل، وغندير هاد جوج خميرات حمرين. كما شفتوا معايا درت جوج خميرات حمرين، وغندير جوج كؤوس، غندير جوج كؤوس تاع الدقيق الابيض، الكاس الاول. هاد الدقيق انا مغربلاه مزيان، انا دابا علاش غربلته جوج كيسان تاع الدقيق الابيض. صافي وغنطربهم حتى هما مزيان. درت الدقيق كيف وريتكم الدقيق وخلطتهم واحد شويه بالعاشق عاد باش نخدمها الخلاط الكهربائي. درت فيه كلشي داكشي اللي صايبت به الجينواز. صافي دابا غنجيبها ونكبها هنا في الطاوه ديال الفران اللي انا درت فيها هاد الورق الزبده بحال هكا. نحاول انني نوزعها على الورقه كلها، ندخلها الفران طيب. نشعل عليها لمده ديال شي 15 دقيقه دغيا كطيب. هي كما تعرفوا انها رقيقه العكس ديال الكيكه. نحاول انني نوزعها على الطاوه كلها بحال هكا. دابا من بعد ما طابت الجينواز تاعتي كما شفتوا كيفاش جاتني رطبه وزوينه وفيها ديك النكهه تاع الحامض. غنمشي دابا باش نحضر الاخرى، وغندير واحده اخرى كحله. انا حضرت واحده اخرى جينواز تاع درت فيها الكاكاو، ما درتش فيها الحامض. هذيك اللي درت الاولى فيها الحامض، هذه درت فيها نفس المقادير ديال الاولى. بغيت نطول عليكم الفيديو، درتها بنفس المقادير ديال الاولى ودرت فيها الكاكاو ودرت فيها كاس الا ربع تاع الماء. الماء سخون شويه ماشي دافي ولكن سخون شويه، وخلطتها نفس الطريقه بحال ديال الاخرى. صافي وغندخلها للفرن. كما شفتوا معايا خليت الجينواز حتى بردات وطيبت له هنا واحد. درت هذاك القشور تاع الحامض اللي شاط ليا، ودرت واحد كاس صغير تاع السنيده
مع كاس صغير تاع الماء، ونحاول انني نسقيها كامله بحال هكا. هاد الشاربات اللي دايره انا راه سخون، مع الكيكه بردات، كما كتعرفوا ان الحال بارد بزاف. صافي غنسقيها بحال هكا وغنخليها تتبرد. دابا باش نحضر لاكريم اللي غنزوق به هذاك الجينواز اللي طيبت، غنحتاج الساشيه ديال هاد كريم شونتي، وغنحتاج الكاس تاع الحليب. ناخذ كاس تاع الحليب بارد مزيان. كلشي هادشي دايره انا في الثلاجه. صافي غنطلع هاد الكريمه تاعتي باش غنزين هذيك الكيكه اللي هذاك الجينواز اللي حضرت، هذيك البيضه والكحله كما شفتوا غنزينها به. ودابا كما شفتوا معايا انا صايبت ثلاثه طبقات ديال الجينواز. شوفوا كيفاش جا معايا، جا رطب وخفيف. كنتمنى ان يكون باين لكم واضح في الصوره. درت ثلاثه، درت جوج بيضين وبنكهه الحامض، ودرت وحده كحله بالكاكاو. درتهم في نفس المقادير، في نفس كلشي كيف وريتكم في الطريقه الاولى. ودرت كل وحده بوحدها. درت هذه جوج بيضين كما شفتوا معايا بنكهه الحامض، ودرت هذه كحله، هذه غنديرها الوسط. وخلطت ديك الساشيه اللي قلت لكم، الساشيه ديال كريم شونتي وحده، خلطتها طربتها مزيان، طلعتها مزيان، طلعت لي كريمه. هذه انا اللي هذه غنلصق بها، وغنمشي نخلط وحده اخرى، نطلع وحده اخرى باش نزينها من الفوق. ما تكفانيش وحده، نقدر نستعمل جوج كما شفتوا معايا. وكيفاش جاتني الجينواز، جاتني خفيفه. انا دهنت دابا الطبقه الاولى كما شفتوا، دهنتها شكل عشوائي. درت هاد البيضه هي الاولى. وكما قلت لكم هاد الجينواز راه انا ساقيه مزيان، سقيته وخليته ليله كامله في الثلاجه عاد باش دابا غنصايبو. حتى الكريمه صايبتها البارح وخليتها. ودرت الطبقه الاولى وغندير فوق منها الكحله هذه ديال الشوكولات الكاكاو، وعندهنها حتى هي. كما شفتوا معايا من بعد ما درت دوك الطبقات الثلاثه، درتها دهنتها كامله بالكريمه. صافي باش نزينها دهنتها كامله بديك الكريمه اللي صايبت. كيف قلت لكم درت جوج ساشيات ديال الكريم شونتي. ودابا هنا كما شفتوا معايا نحضر الكاناج. عندي واحد الكاس ديال السنيده، كاس صغير ولا نص كاس كبير، تقريبا يكون قد هذا، وكاس تاع الماء اللي انا درت هنايا. ما متوفرش عندي السنيده، درت هاد القطع ديال السكر. ودرت معاه كاس تاع الماء، وغندير معاها كاس صغير تاع الزيت. المهم هذاك الكاس اللي عبرت بيه غنعبر به كلشي، السنيده والزيت والماء. صافي وغنضعهم فوق النار. صافي غندير واحد الساشيه ديال الكاكاو ولا واحد 2 معالق. عندي واحد الساشيه ديال الكاكاو هنا في هذا الكاناج اللي غنزوق به الطورطه ديالي. غنخلطو مزيان، نخلطو مزيان عاد باش ندير فوق العافيه. ومن عادي نخليه تيذوب مزيان، غنحتاج لواحد الكميه ديال الشوكولات تكون زوينه. صافي غنضع هذا فوق النار. هذا هو الكاناج ديالي اللي انا درت فوق النار، وغنخليه نبقى نحرك فيه بحال هكا مزيان تيتعقد ليا مزيان شويه كما شفتوا. شفتوا الكاناج ديالي من بعد ما تعقد ليا مزيان، طفيت عليه البوطه. غنخليه واحد شويه، وغندير فيها 6 القطع ديال الشوكولاته اللي انا وريتكم. عندي 6 تكون شوكولاته زوين. وصافي نحاول نخلطو بحال هكا مزيان تيذوب معايا. دابا كما شفتوا معايا من بعد ما زينت الكيكه ديالي بهذه الطريقه، درت ليها بحال هكا هاد الخطوط من الجناب بحال هكا بلا كريم، ودهنتها كلها بلا كريم، وزينتها من هنا بالجناب هاد الفيرميسيال. وحضرت الكاناج ديالي كما شفتوا معايا اللي انا حضرته، وخليت واحد شويه تدفى، ماشي برد تماما، خليته تدفى. صافي عاد باش غندير فوق هاد لا كريم، خليته تدفى شويه باش ما يخسرش ليا باش ما يذوبش ليا لا كريم. شوفوا الكاناج ديالي كيفاش جاني زوين.
كما شفتوا معايا دابا من بعد ما كملت التزيين ديال الكيكه ديالي كما شفتوا معايا، درتها هنايا ديال الامير ولدي، درت ليه كيكه ديال عيد ميلاد، كتبت فيها عيد ميلاد سعيد امير عا بالشوكولاته البيضاء، دوبتها وكتبتها ليه. كما شفتوا معايا كيفاش زينتها بهذا الشكل هذا. هذاك الشيء اللي متوفر عندي في الدار وصافي.